أذكر يوم من الأيام دخلت محل مطعم شي فطاير صغير وطلبت طلب، ولما جيت بحاسب طلعت البوك وكان في البوك في فلوس كاش ظاهرة بارزة كذي في البوك. فعلى طول صاحب المحل أول ما شاف الفلوس انتبه على البوك، كان يقول لي جهاز العطلان، جهاز الدفع بالشبكة أو جهاز البطاقة. قلت له والله آسف أنا بدفع بالبطاقة، الكاش هذه يحتاجهم. طالعني كذي متضايق، كان ياخذ جهاز البطاقة ويشغله ويدفع. نفس الموقف موقف ثاني، رحت لمحل وبشتري منه شغلة، فعلى طول مجرد ما يتبى كاسرة أقول له كأن السعر غالي، كان على طول يحلف يقول لي والله العظيم إن هذا سعرها اللي أنا شريتها فيه، مو رابح ولا فلس. فطالعته على طول وقلت له أنت حلفت بحلف غريب. قال ليش؟ أنت قلت إن هذه البضاعة سعر اللي أنت شريتها فيه بتبيعها فيه، يعني أنت مو ربحان ولا فلس. قلت له أنت حلفت، هذا الحلف يكتب عليك يعني يوم القيامة. كان يسكت، كان يقول لا يعني أنا أقصد إنه يعني ربحي بسيط. الموقف هذا خلاني أفكر، أو المواقف هذه تخليني أفكر مرات، أقول ليش أصلا الناس أو الإنسان فينا أنا وأنت وغيرنا نرتكب خطأ أو إثم ما له أي داعي. الذنب السهل أنا أسميه الخطأ البسيط والذنب السهل اللي أنا أقدر أساسا أسيطر على نفسي إني ما أسوي. يعني هذا يخليني أتخيل مثال آخر يقرب الصورة. تخيل معي مباراة كرة قدم، لاعب توه في أول الدقائق يسوي خطأ سخيف اللي هو يضيع الوقت، فيرتكب خطأ سخيف، فالحكم يقوم ويعطيه كرت أصفر. هذا الكرت الأصفر يسمونه الكرت الأصفر السهل، اللي كان بإمكان اللاعب أن يتفاداه بشكل سهل أصلا. وحتى الخطأ اللي هو ارتكبه يعني راح يخليه طول المباراة مرتبك أنه ما يخطأ أي خطأ ثاني، يبقى يلاحق يعني الإثم هذا، إثم الكرت الأصفر يبقى يلاحق هذا اللاعب طول المباراة، فيضيق عليه الحركة، يخليه يخاف يخطئ مرة ثانية. ومو بس كذي، هو في نفسه يعرف أنه ما كان له داعي أساسا أنه يرتكب الخطأ الأول اللي خلاه يفتح على نفسه باب شر. بالضبط مثل الذنوب الصغيرة، الأخطاء الصغيرة اللي احنا نستسهلها، كلمة عابرة، سبة على غشمرة، حلف كاذب، إعناد، تبرير غير صحيح، مواراة، تورية، ضربة، نظرة عابرة خادشة، ما غضيت البصر، استهزأت، غشيت. احنا نقول في قرارة نفسنا ان هذا شيء بسيط، او عقولنا بدأت تستوعب ان هذا شيء بسيط بسبب شنو؟ بسبب التكرار المستمر، ونحس ان هذا مو مهم، لكن تراها هي اللي تفتح الباب لذنوب اكبر. ومع الوقت راح تصير شنو؟ راح تصير عادة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام شو يقول لك. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لك حديث ويضرب لك عليه مثال، مو يضرب لك عليه مثال تقول الله والله مثال عجيب وقوي وفعلا يوضح الصورة، لا، قاعد يقول لك المثال أن هذا مثال واقعي يجب أن تستلهم منه الفكرة التي تلامسك. النبي يقول إياكم ومحقرات الذنوب، دير بالكم من الذنوب هذه اللي تحتقرونها، اللي كنها ولا شيء تسوونها يوميا، أو تسوونها وحتى يمكن ما تعتبرونها أنها هي ذنوب. فإنما مثل ذلك كمثل قوم نزلوا ببطن واد، يعني كنا في ناس نزلوا في وادي في أرض فتيمعوا في هذا الوادي، واحد يبعود والثاني يعود والثالث يعود ليه ما انضجوا خبزتهم، يعني كأنهم أشعلوا نار من هذه الأعواد. فإنما محقرات الذنوب متى يؤخذ بها، يعني لما صاحبها ياخذ فيها تهلكه. تخيل هذا المشهد الحين، هذين الناس كل واحد يبعوده، العودة بسيطة، شوف التشبيه، أعواد صغيرة، كل واحد يقول مو مشكلة، عود صغير، ذنب صغير، لكن لما اجتمعت مع بعض هذه الأعواد كلها، ولعت نار كبيرة، وهذه النار بالأساس ما راح تهلك واحد، إنما تهلك كل الناس، لأنهم كلهم مجتمعين حول النار، والكل أتى بهذا العود، والكل مساهم في هذه النار التي اشتعلت، التي ستحرق واحد واحد. بالضبط النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يعطينا درس مهم. الخطأ صغير لكنه مو خطأ فقط، إنما هو بداية عادة ومسار خطير للهاوية. الذنب الصغير هو اللي يكسر حاجز الهيبة من المعصية. ما يصير عندك هيبة، ما يصير عندك في قلبك إنك خوف، إنك أنت إذا حلفت كذب وكررت هذا الحلف الكاذب ما تخاف بعدين، ويستسهل لسانك هذا الحلف، عقلك يستسهل إنك أنت تغضب وتشتم وتستهزئ وتغش، وتجعل الإنسان شنو؟ يتدرج للأكبر ثم الأكبر ثم الأكبر. يعني أنا أعطيك مثال، هذا الشخص اللي غشني الآن أو استسهل على نفسه أنه يكذب كذبة هو يظنها بسيطة، أنه هو يخش عني الجهاز ويقول لا والله عطلان، وهي كذبة. قد يستسهل داخل المطبخ أنه طماطة خايسة يحطها بالفطاير، أنه يحكها باطة وبعدين يسوي لي خبزة،
عادي. هو بشكل بسيط جدا قد يستسهل كثير من الأمور التي لا يعلم فيها إلا هو ونفسه فقط. فلا تستهين بأي ذنب حتى لو كان ذنب سهل، لأنك ما تدري أي ذنب سيفتح عليك باب الهاوية. خليك حريص مثل اللاعب اللي حافظ على نفسه من أول دقيقة عشان يكمل المباراة وهو مرتاح.